له عيش الحياة، تعيشها ما تحبهاش، عيشها. عيشها فيها متاع، جربه كله، جرب المتاع فيه، واسعى ان انت تعمل حاجة لخدمة اللي حواليك. جرب، الحياة كلها تجربة، واوعى حد يتهمك بالفشل. انا قدام كل نجاح في حياتي كان قدامه 20 فشل، 20 30 فشل مرتاح. فمع الدنيا كلها تجارب وخساره. يعني هقول لك على حاجه. اما جه الحجاج بن يوسف الثقفي وقتل سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام، وصلبوا وقال لهم مش هنزله غير لما تيجي اسماء بنت ابو بكر اللي هي ام عبد الله بن الزبير. يعني عبد الله بن الزبير اللي هو ابن الزبير بن العوام احد المبشرين، وامه اسماء بنت ابي بكر. تمام. فما تيجي يعلقوا يصلبوا ويقطع راسه ويقول لهم مش هنزله قبل، والصحابه في مكه وعبد الله بن عمر في مكه ومش عارفين ينزلوه، قال لهم مش هنزله غير اما امه تيجي. وما راحتش اسماء بنت ابو بكر، فراح لها هو الحجاج، فبيقول لها اتدرين ما فعلت بولدك؟ قالت له ايه؟ قالت له ماذا فعلت به وماذا فعلت به؟ افسدت عليه دنياه وهو افسد عليك اخرتك. هو ده يا باشا الخلاصه. يبقى فساد الدنيا مهما كانت فسدت عليك، هي مش دي اخر الدنيا، مش اخر المطاف، انت مطافك اللي جاي، انت مطافك اللي جاي. فاهم حاجه ولا لسه؟ فانت ما تقعدش توجع لها دماغنا هنا. حياتك هنا مش ابديه. حياتك ايه؟ مش ابديه، حياتك قصيره. افسدت عليه دنيته وهو افسد عليك اخرتك. خلصت يا باشا. فساد الاخره هو المهم. الدنيا مهما فسدت عليك هي دنيا، طلعت نزلت ايه؟ دنيا. ربنا ابتلاك بشويه فقر، بشويه عيال مش مطيعين، بشويه مرض، بفقدان لحاسه من حواسك، بابتلاء بدني. خلاص الله المستعان، وهذا ابتلاء الله. وترضى وترضى وترضى، هو تستقر نفسك. ما هي الدنيا كده ملهاش. يعني ياما صحابه كتير اما كان النبي بيقول لهم ما بتتجوزوش ليه، يقول له هنتجوز في الاخره. يعني هو في دماغه ان عنده حياه تانية هيكمل فيها الحياه. انت دايما باصص ان الحياه دي لازم تعمل فيها اللي ما اتعملش، تحوش فلوس وتكبر العيال وتظبط. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ اهدى كده على نفسك وابلع ريقك عشان تعرف تكمل، عشان تعرف تقابله بقى وترجع تقابله، فترجع تقول له انا تمام، انا عملت اللي انا ارضى عنه ويرضيك عني. ما هو انت لازم تفكر كده. ما هو انت جاي الهدف لرسالة، جاي بتحارب شيطان، جاي بتحارب نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة ما بتسيبكش قاعد على حالك، بتحسرك، بتندمك. ماشي؟ يعني ما تعملش في نفسك كده. ما تجريش جري الوحوش في الدنيا، ما تجريش جري الوحوش في الدنيا. ما تدورش عليها بزيادة، ما تحبهاش. واعرف ان ليك عيشة تانية، انت ليك عيشة تانية. فانت عمرك كده كده بتعد، بيتناقص يوم ورا يوم ويوم ورا يوم ويوم ورا يوم لحد ما يجي اللقطة الحاسمة، وهتلاقي نفسك في عالم تاني. هتبقى تلاقي نفسك ايه؟ في عالم تاني. اصلا العالم التاني ده انت هتتسأل فيه انت عملت ايه. مش عملت الخير وشر وبس، لا، انت فدت حد، سبت حاجة في الدنيا في الارض يشكروك عليها، بطلت حاجة لحد، فاهم؟ ساعدت في حد في حاجة، سبت حاجة في الدنيا أثر ليك يفضل وراك شوية. ما تستناش من الدنيا حاجة خالص. استنى من ربنا بس، فاهم؟ استنى من ربنا بس. القصة مش طاعة بينك وبينه وبس، لا، هي قصة أكبر من كده. قصة رسالة، وأنت دورك فيها توصلها للي وراك.